لو عندك واحد صاحبك طلب منك الايفون بتاعك عشان يعمل عليه حاجه وانت عايز تخليه في التطبيق ده بس عشان ما يخرجش منه، تعال اقول لك تعمل كده ازاي. ببساطه هتدخل على الاعدادات، بعد كده بتجيب اكسسبيليتي، بعد كده بتنزل تحت خالص لحد ما تلاقي عندك حاجه اسمها جايدد اكسس، بتفعلها. بعد كده بتدخل على التطبيق بقى اللي انت عايز تحدده له اللي هو عايز يستخدمه عشان ما يخرجش منه، وليكن مثلا سفاري. فبعد كده بتقوم رايح جاي بتختار الضغطات على زرار الباور 1 2 3، بيقوم راح فاتح لك صفحه الجايدد اكسس. تقدر من خلال الصفحه دي ان انت تحدد له الاماكن بالظبط ان هو يقدر يستخدمها. يعني مثلا لو عملت سيركل هنا يبقى على الحته دي، يعني هو كده مش هيقدر يستخدم الحته دي. تمام. بعد كده بتبدا تعمل ستارت، بعد كده بتلاقيه دخل على الجايدد اكسس. تمام. بتقدر بقى تخليه في الجايدد اكسس عادي براحته، يفضل في الصفحه دي. تمام. ولكن هو مش هيقدر يخرج من الابلكيشن مهما حصل. وبس كده. بعد كده بتقوم ضغط على الزرار بقى برضه 3 مرات، بتلاقيه يطلب منك